وأذكر هنا أنه في محاضرة من محاضرات الطب النفسي، وكان المحاضر أكبر علماء الطب النفسي في الشرق كله، فأخذ يذكر السواء النفسي، فسألته قلت له: ما هو السواء النفسي؟ أنت تقول المريض النفسي هو الذي يخرج عن السواء النفسي، إذن عنده مقياس من خرج عنه فإنه يكون مريضا. متى يكون المريض مريضا نفسيا؟ قال: عندما يخرج عن السواء النفسي. قلت: هذا حسن، ما هو السواء النفسي؟ فقال: إذا خالف ما عليه الإنسان في عصره. قلت: البيئات تختلف، وما يكون حسنا في مكان وسواء نفسيا في مكان فإنه يكون خروجا عن السواء النفسي في مكان آخر. فكيف يكون عندنا مستوى نقيس عليه بحيث إنه من خرج عنه نقول خرج عن السواء النفسي؟ أبلس الرجل وكان كاتبا، يعني له مصنفات باللغة العربية في هذا المجال بتطبيقاته المتنوعة المختلفة. فقلت: الرجل كان يدرس هذه المادة في كلية الطب بجامعة الأزهر، والذين أمامه كانوا من الأزهريين، فالدين ها هنا حاضر لا يمكن أن يغيب ولا أن يغير. فقلت: لماذا لا تقولون إن السواء النفسي هو مخالفة ما كان عليه النبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حاز السواء النفسي على وجه، فلننظر إلى السواء النفسي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خالف السواء النفسي الذي كان عليه النبي فإنه يكون خارجا عن السواء النفسي، سواء كان مضطربا أم كان مريضا. ففرق بين الأمرين، بين الاضطراب النفسي والمرض النفسي. ولكن ما هو المقياس الذي أقيس به؟ وهذا مهم جدا، لأنه ينبغي علينا دائما أن نعرف ماذا نقيس قبل أن نقيس ما نقيس. يعني أنت الآن تريد أن تقيس، فتقول: سأستعمل وحدة كذا في القياس من أجل القياس. تقيس ماذا؟ ينبغي عليك أن تعرف أولا ماذا تقيس حتى تطبق ما تقيس، فهذا أمر مهم. فالآن لماذا لم تأخذوا بذلك؟ فالرجل أشار لمن كان حاضرا من زملائنا وقال: ينبغي عليكم أن تجتهدوا في معرفة اللغة وغير ذلك، لأن هذا كان لاحقا لشيء آخر. قال: مسألة الجنون، وكان البحث فيها، فكان الكلام عن مسألة الجنون الذي يصيب الإنسان. فهذا الجنون له مظاهر متعددة، وقد يكون خفيا، ويكون المرء من حيث الظاهر على السواء وهو مجنون، وهذا فاش في الناس. فالمهم أنه سأل سؤالا مباشرا: لما سمي الجنون جنونا؟ فقلت: للمادة اللغوية، هذا من جنة بمعنى استتر، بمعنى اختفى، فالجنون كذلك، ومنه الجنة التي هي الجنون، والجنة التي هي الجان، إنما سمي الجان جانا من استجنانه بمعنى أنك لا تراه، فكذلك الجنون يغيب العقل. فقال: ينبغي علينا أن نأخذ باللغة وأن نتعلم اللغة وأن ننظر في مدلولات الألفاظ، وكان له في ذلك باع. فعلى كل حال كل ما عند القوم مما هو صالح إنما هو آثارة من الرسالة، أثر من أثارات الرسالة، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر وأن نحرص على التمسك بديننا وأن ندافع عنه بالحجة وبالبرهان، وأن نجتهد في نشره بين الأنام. عسى الله رب العالمين أن يتقبل منا وأن يحسن ختامنا،